واحد الزوج ديال النساء كانوا صحابات. هاد النساء كانوا مزوجين، الرجال ديالهم كانت عندهم تجارة وعندهم مشاريع ديالهم وما كان خاصهم حتى شي خير. هاد النساء كان عندهم واحد المشكل في الحياة ديالهم وهو الفراغ. كان عندهم الوقت خاوي بزاف، يعني ما عندهمش شي حاجة فاش يلهيو يديهم. واحد النهار وحده فيهم طاحت عليها واحد الفكرة، قالت علاش ما نديرش شي مشروع انا وصاحبتي منها اللي هيو فيه يدينا ما نبقاوش غير جالسين، ومنها يكون عندنا واحد المدخول خاص، مدخول ديالنا خاص، وما نبقاوش كل صغيرة وكل كبيرة نطلبوها من الرجال ديالنا. قالت الفكرة لصاحبتها، طرحت الفكرة على صاحبتها عجبها هذا البلان هذا. استشروا مع الرجال ديالهم قال لهم براسكم الا قديتوا ديروا شي حاجه الله يعاونكم. المهم الفكره كانت انهم ما غاديش يخدموا على برا الدار، غادي يخدموا غير في الدار. رجالهم ما كانش عندهم مانع. هاد المشروع اللي فكرت فيه هاد السيده هذه اشنا هو انها او لانهم غادي يبقاو يجيبوا الثوب ديال النساء، التواب ديال النساء، باش يخيطوا الجلالب، وباش كيخيطوا دوك التكاشط، وباش يخيطوا القفاطن. المهم ديك الكسوه ديال النساء غادي يبقاو يجيبوا الثوب، يجيبوه يستوردوه من برا، ويشوفوا من هنا من المغرب كذلك شركات اللي هي عندها سلعه مزيانه. مهم يجيبوا سلعه تكون مزيانه ويبيعوا للنساء اللي كيعرفوهم. هما كانوا عندهم صحاباتهم اللي كيعرفوهم لاباس عليهم ويعرفوهم بانهم كيلبسوا حوايج زينين وكيبغيو الحاجه الزينه، وملي درسوا الموضوع مزيان عرفوا بانهم غادي يقدروا يخدموا ويقدوا داك المشروع هذاك غادي يمشي بعيد، يعني غادي ينجحوا فيه. جربوا المره الاولى، جابوا واحد شويه ديال السلعه وكانوا دايرين فين كيحطوا السلعه. عند وحده فيهم اللي كانت عندها الدار شويه كبيره دايره بحال شكل فيلا، وخصت واحد الصالون اللي كان معزول واحد الجنب في ديك الدار، عفوا خصت داك الصالون حطت فيه السلعه. وملي كتجي شي وحده اللي كتبغي تشوف السلعه كتدخلها لداك الصالون، تما كتشوف تختار داك الشيء اللي عجبها. هكا داروا المهم واحد الطريقه ديال التسويق وخدمت لهم ديك التجاره، خدمت لهم مزيان. في الاول بداو واحد الشيء غير قليل، شويه بدات التجاره كتزاد، كوماساو كيدومانديو السلعه وكوماساو يجيبوا السلعه من تركيا ويجيبوا منا والقضيه مشيه مزيان. واحد الوقيته بقاو دوك الكليانات ديالهم كيتشكاو لهم من الخياطات، كيقول لهم ودي راه حنا كنديو الثوب ولكن كنديوه الخياطات راهم كيتكرفسوا علينا. ها اللي كتدي شي ثوب وكتديه ومن بعد كتضيعوا لها الخياطه وكتولي دي ثوب واحد اخر تقول لها غادي نشوف شي واحد اخر اللي تخيط ليه، ها اللي كتقول لها انا كرهت كاع الخياطه في مسبت اللي كيخيطوا هذه. المهم بقاو كيتشكاو لهم بعض الكليانات من هاد النقطه هذه. هنا وحده فيهم طاحت عليها واحد الفكره، قالت مع راسها علاش، او لا قالت لصاحبتها علاش ما نشوفوش حنا شي وحده اللي تكون كتخيط مزيان وتكون كتقن الخدمه ديالها، نتفاهموا معاها، تبقى ملي تجي شي وحده من هاد الكليانات هادو اللي عندنا يشوفوا الثوب، هذيك الخياطه تجي لهنايا وتعبر لها العبارات ديالها وتشوف داكشي اللي بغات تخيط وتفهم هي وياها، ومنها غادي هادو اللي كيجيو يشريو علينا الثوب غادي يزيدوا يتشجعوا باش يشريو، لانهم عارفين بان الخياطه غادي تخيط خدمه مزيانه، غدير لهم خدمه مزيانه. ومنها حتى ديك الخياطه ملي غتبقى تخدم غادي حتى حنا نتفاهموا معاها ونبقاو نديو معاها شويه ديال البورسونتاج ديالنا، لانهم كيف قلت لكم كانوا كيخدموا مع ناس ديال الهمه. شافوا واحد السيده كانت معروفه في المدينه، خياطه مطرقه
الخدمه ديالها زينه وما كتعاودش. مشاو عندها طرحوا عليها الفكره، او لا قالوا لها المشروع اللي عندهم هما، وطرحوا عليها الفكره اللي كتدور عندهم. وهي ملي سمعت داك الكلام ديالهم وعرفتهم عام كيخدموا، لان ذكروا راه حنا كنخدموا مع فلانتها وفلانتها، كانوا نساء اللي الرجال ديالهم حتى هما ناس معروفين في المدينه ولا باس عليهم. السيده قبلت الخياطه، قبلت الفكره وبدات كتجي عندهم. ملي كتجي شي كليانه او لا كيكونوا شي كليانات جاو عندهم يشوفوا الثوب، كيعلموا لها حتى هي كتجي كتشد من عندهم الخدمه، كتعبر لدوك النساء وتشوف اش خاصهم وهذا، وتشد من عندهم الخدمه. ومشات الامور هكا مزيان، بقاو خدامين مزيان. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تعرفوا، ولاو دوك النساء ديال ديك المدينه كلشي تقريبا اللي كيخيطوا الكسوه ديالهم وهذا كلهم تقريبا كيمشيو عندهم، غير فلانه وفلانه وصاحبتهم الخياطه. ولاو حتى دوك المدن اللي شويه قراب حتى هما النساء ديالهم كيمشيو عند هاد لان دوك النساء اللي في المدن القراب اللي هما لاباس عليهم حتى هما ولاو كيمشيو عند هاد جوج ديال الصحابات اللي داروا هاد التجاره هادي، على ود ديك السلعه اللي كانوا يجيبوا وعلى ود ديك الخياطه اللي كانت كتخيط خياطه في بلاصتها. هاد الخياطه كانت مرا مزوجه ومطلقه، وكانت جميله بزاف، زوينه بزاف في وجهها، مهم زوينه. هاد الزين ديالها هو اللي غادي يجر لها واحد الهليكه كبيره، تبعوا باش تعرفوها شنو هي. المهم كيف قلت لكم الصيت ديالهم داع، وبقات ديك التجاره عندهم غاديه مخيره. واحد النهار الراجل ديال المراه اللي دايره عندها في الدار ديالها، ان داك الصالون في الدار ديالها فين كيجيو الكليانات ديالها وكيشوفوا عندها السلعه وهذا، شاف ديك الخياطه. دازت واحد النهار ولا يومين سول مراته قال لها ديك الخياطه اللي كتخدم معاكم ماشي راجلها فلان الفلاني؟ وهذه راه غير خطه دارها، بغى يعرف ديك السيده يعرف عليها التفاصيل. قلت له لا ودي هذيك راه كاع ماشي مزوجه، راه كانت مزوجه ومطلقه. قال لها شبهتها لمرت فلان الفلاني. المهم دا معلومه. دازت واحد الايام عاوتاني بقى كيسولها، كيدير واحد التحريات غير من الفوق الفوق، وهو كيدي معلومات، يعني تحريات باغي يسول على واحد الحاجه هنا ولكن هو يدوز لها من هيه وكيسول وكيدي معلومه، يسول في الشرق ويدي معلومه في الغرب. المراه بحسن النيه كتقول له داكشي اللي كاين كتقولوا له، وهو ما كان حتى ملي كيدخل او لا هذا الا تلاقى معاهم كاع في الباب كيدك راسو يدخل. وهو كانت عينه طاحت على الخياطه، لان كيف قلت لكم زوينه وجميله في الوجه ديالها. جمع عليها معلومات مزيان، وزاد تبعها من بعيد وشاف كيفاش دايره في الزنقه وكيفاش دايره في المعامله ديالها مع الناس. كانت واخا زوينه ومطلقه وكذا، كانت خدامه على راسها وداخله سوق راسها. هنا واحد النهار وهو يتراسي عندها نيشان، مشى عندها بشكل مباشر قال لها شوفي يا بنت الناس، انا راكي عجبتيني ونجيكي من الاخر، بغيت نتزوج بيك، الا قبلتي نتزوج بيك على سنه الله ورسوله، وراه ما غادي تخصك معايا حتى شي خير، وراني انايا عندي وعندي 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 وعندي، والحاجه اللي حليتي عليها فمك تحضر. السيده كانت سبق لها شافته، عارفه باللي راجل ديك المراه هذيك. قلت له فلان او لا، قالت له خويا واش غادي نقول لك، انت راك مزوج ومراتك راني انا وياها مشاركين الملح وكناكل معاهم طريفه الخبز، ما غاديش. كيف درت لها هذا الزواج؟ قال لها لا شوفي خاطيك، غادي نتزوجوا، راني راجلك، بغيتي نقولها لها، بغيتي ما نقولها لهاش، نتزوجوا في السر، وحتى النهار اللي تفضح الدعوه ما عندها ما غادي دير. انا اصلا انا لاباس عليا وما خصني حتى شي حاجه وما غاديش نفرط فيها. ديك السيده مشات بقات تقلب في ذاك الكلام مزيان في راسها. دازت واحد النهار ولا يومين عاود تلقى ليها صافي المراه كانت وزنتها مزيان في الراس ديالها. قالت انا شحال غادي نبقى انا في تماره وهذا، اجي نتزوج به، ويجي شي نهار اللي غادي كاع حتى الا تفضحت الدعوه
ربما نكون ولدت ودرت معاه ولاد وهذه وهذه، اش غادي يوقع كاع؟ الشيطان لعب لها في الراس. المهم قالت له واخا تزوجوا، ولكن ما تقول والو لمراتك حتى تجيبها الصدفه. وداك الشيء اللي داروا حتى هو داك الشيء على كان كيقلب. تزوج بها وبقاو عايشين هذاك الزواج في السر. كيمشي بعض المرات هو كان كيخدم التجاره ديالو، بعض المرات يغيب نهار يومين، بعض المرات يغيب نص نهار. من بعد ولا واخا ما كاينش عنده شي حاجه اللي غادي شي التجاره على غادي يغيب، ولا كيقول لمراته راني عندي شي تجاره، وكيغبر وكيمشي عند الاخرى عند الخياطه. المهم اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار شي وحده جات عند هذيك مراته الاولى قالت لها ودي راه راجلك شتو مع فلانه الخياطه دخل لبلاصه الفلان الفلانيه. قالت لها ودي انت غيكون غير تشابه لك واش من فلان لي. قالت لها المهم انا قلت لك وصافي، راني انا مأكده منه وكنعرف راجلك راه ماشي خافي عليا، وفلانه راه ما خافياش عليا. المراه هنا بحال اللي بغى يدخلها شويه ديال الشك. بقات ديك الهضره هذيك تفارقوا. المهم هي وديك السيده هذيك مشات بحالها، ولكن ديك الهضره بقات كدور لها في الراس. باش تقول لراجلها راه اش قالوا لي ما قالتلوش، خافت لا تكون غير كذوب وتصدق دايره المشاكل مع راجلها. باش تقول ديك الخياطه اش قالوا لي ما قدرش تقول لها، لان قالت ربما تكون هذا الشيء غير كذوب وغادي نصدق نضيع هاد السيده اللي راني كنخدم انا وياها وخدامين وهذه والتجاره ديالهم كي قلت لكم كانت مزيانه وتيسرت الامور ولاو خدامين بالفور. بقات ساهره هكذاك حتى بقات كتبان لها ديك الخياطه الكرش ديالها بدات كتكبر، يعني حامله. حكرت المره الاولى الزوجه قالت لصاحبتها فلانه ماشي يبان لي كرشها راه بدات كتكبر على الخياطه. قالت لها واه راني حكرت لها. قالت لها كيبان لك انت هذا الشيء هذا واش زعما تكون حامله؟ قالت لها ما نعرف. جات ديك الخياطه الغد ليه ولا سولتها، قالت لها فلانه تبان لي كرش كبيره واش راكي حامله ولا كي صرالك؟ قالت لها وا راني حامله. ايوا كي درتي لها انتيا كي درتي لها هاد الحمل؟ عفوا كي درتي لها هاد الحمل؟ قالت لهم ودي راني تزوجت. ايوا تزوجتي وما عرضتي علينا وما قلتي لنا وكذا وهادي واش زعما هادي غادي كان غير قلتيها لنا نفرحوا معاكي ونعاونوكي ونديروا. قالت لهم ودي اش غنقول لكم، واحد الزواج جا غير بالزربه والزواج جا غير مخطوف، ما علمت حتى شي واحد راه حتى العائله شي قلتها له شي ما قلتهالوش. المهم النساء سكتوا هكذاك. هنا ديك المراه بدات كيطرد الكاسيط اللور مع الكلام اللي كانت قالت لها ديك السيده اللي قالت لها راني شفت راجلك يدخل مع فلانتها الخياطه البلاصه الفلانيه. قالت ياك ما يكون راجلي هو الراجل المعهود او لا هو راجل الخياطه، ياك ما تكون العلاقه بيناتهم. المهم مشات عند ديك المراه اللي كانت جابت لها ديك الخبيره، قالت لها ودي بغيتك توري لي العماره فين شتي داك الوقت الخياطه داخله هي وراجلي، راه كي دخلتي لي الشك. ما باش تقول لها راه حامله ولا هذه، ولا قالت لها كي دخلتي لي الشك واخا انا راجلي عارفاه ما يديرش هاد الحوايج بصح راكي دخلتي لي الشك. المهم السيده مشات ورات لها قالت لها ها فين، ورات لها العماره وصافي مشات بحالها. من بعد هاد المراه هذه يعني مرت هاد الراجل هذا بقات قانيه على ديك العماره، بقات حاضيه رد البال ديك البلاصه ودارت ربما شي واحد اللي يحكر تما حتى تاكدت بان راجلها كيجي لديك العماره والخياطه كتجي لديك العماره. هنا قربت العماره وسولت حتى عطاو لها الخبر بانهم هاد السيد راه كيجي هو ومراته راه عندهم بارتمان هنايا. هي الناس اللي قالوا لها الخبر ما عرفوش بانه راه راجلها، قالوا لها راه يمكن عنده شي مراه واحده اخرى وهذه المراه الزوجه كيجيو هنايا راهم كيجيو غير بالتخبعويه، كيجيو غير بالدسه. وهذا هو علاش بعض المرات الحاجه اللي ما كتكونش مبنيه على واحد الاساس صحيح وفيها التخرويض دائما مولاها خايف، راهم مزوجين وكيمشيو بالدسه للدار او لديك البارتمان اللي كاين او شارين ديك العماره. من بعد ما تاكدت من هاد المعلومات كاملين وعرفت بان راجلها راه عنده علاقه مع هاد الخياطه اللي كتخدم معاهم، صافي قررت انها غاديه تنتقم بطريقتها الخاصه.
فكرت مزيان حتى طاحت عليها واحد الفكرة ما تطيحش حتى على الشيطان. ما بينت والو، يعني ما بينتش ديك الخياطة بأنه راها فايقة بها أو لا تغيرت المعاملة ديالها معها أو لا، بالعكس بقات تتعامل معها بشكل عادي كيف ما كانت من النهار الأول. وما قالتش لصاحبتها هاد الخياطة راها اش دارت ولا اش دارت ولا راها يعني دات لي الراجل أو لا، إنما بقات ساكتة. بقات ساكتة واحد المدة حتى وصلت هذيك الخياطة هذيك للشهر السابع أو الثامن، يعني قربت باش تولد. هنا واحد النهار قالت لصاحبتها، قالت لها الخياطة راه قربت تولد، ما فرحناش معها بالعرس. في العرس غادي نديروا لها واحد الحفلة قبل ما غادي تولد، نفرحوا معها ونشطوا معها هنا عندي في الدار، وغادي نديوها للحمام بحال شي عروسة، نحموها في الحمام ونديروا لها كما كيديروا العرايسات. صاحبتها هذا ما نوات في راسها. قالوا للخياطة شوفي ما فرحناش معاكي في العرس ديالك، ما حضرناش في العرس ديالك، بصح دوك ملي قربتي تولدي راهاش غنديروا لك واحد الحفله، غادي نديوك للحمام وغادي نديروا لك بحال شي عروسه راه غادي دير العرس، ومن بعد غادي نجيو ونديروا الحفله نديروا المهم شي طقوس اللي كانوا كيداروا يعني في الوقت ديال العرس، او ملي كتمشي العروسه دير الحنه او ملي كتمشي للحمام او لا. داكشي اللي دارت ديك الخياطه ما نواتش ان ديك السيده راه دايره لها شي مكيده. مشات معهم للحمام واخا هي عارفه بانه يعني هي عارفه بانها راه دايه لها الراجل وهذا، ولكن ما نواتش بان السيده راه وصلها الاخبار او لا راه عارفه بانها راه مزوجه براجلها او لا. قالت راه بغاو يفرحوا بيا وصافي كيف ما قالوا ليها. مشاو للحمام، غسلوا ليها هذيك البلاصه فين تجلس، وبداو كيكبوا عليها في الماء ويغسلوا ليها بحال شي نساء اللي كيخدموا في الحمام، اللي كنحيوا من هذا المنبر الله يعاونهم على شقاهم. وكل واحد اللي كيخدم شي خدمه ديال الحلال وكيجيب شي لقمه ديال العيش بالحلال، الله يعاونوا عليها والله يرزقوا التيسير فين ما حط يدو ان شاء الله. المهم من بعد ما غسلوا ليها وهذا، جابت هاد المراه الاولى ديال هاد الراجل، جابت واحد الخلطه كيديروها العرايسات ملي كيديوهم الحمام، فيها كيديروا فيها الحنه وما عرفتش كيديروا فيها اخر، وكيدهنوها ليها كامله باش اللحم ديالها كيولي رطب ويزيد يبيض. كوماصات كدهن ليها، وحتى صاحبتها كوماصات كتعاونها كيدهنوا ليها. بصح انا عاديه هذه كانوا كيديروها العرايسات حسب ما كيقولوا لينا، حنا ما عمرنا دخلنا للحمام ديال النساء. المهم بقات كدهن ليها زيد يلاه سالوا ديك الخلطه هذيك، دهنوا ليها لوكور ديالها كامل، الجسم ديالها كامل الا الوجه. هذيك الخياطه قالت لهم ما ديروش شي الوجه، ما ديروا لي في الوجه، تبغيش تصبغ لي في الوجه ولا المقامه فيها ما يتشاف. كملوا ديك الخلطه دهنوها ليها كامله، ما كاملاش 5 دقائق والمراه كوماصات تغوت، كتزكي ربي اللي خلقها، الحمام كله تقلب عليها، النار نايضه ليها في الجسم ديالها، النار نايضه فيها. بقاو كيكبوا عليها الماء، ولكن صافي داكشي اللحم ديالها كله تهيج بحال اللي شعلت فيها النار، بدا كينوضوا فيه النفاطي وهذا، كانه صافي بحال اللي تنايضه فيه النار، بحال شي واحد اللي كيكون دخل تقاس راسو بالنار في شي بلاصه وتشلبخت ليه كاع اللحم ديالو تشلبخ. هذيك الطيابه اللي مقابله الحمام شافت داك المنظر هذاك، قالت لهم اش كاين ما اش كاين. قالوا لها ودي ما عرفناش، حنا راه جات معنا وراه درنا لها الخلطه وهذه وراه وقع لها هذا الشيء هذا، ربما فيها الحساسيه ولا شي حاجه، نديوها للطبيب. قالت لهم صبروا، ما كان لا طبيب لا طبيبه، غادي نعيط للبوليس. عياو كيديروا، قالت لهم والو البوليس، هذيك المراه عيات كيدير واش راه صاحبتنا وراه اختنا نديوها للسبيطار نداويوها. قالت لهم لا سيدي غادي نعيط للبوليس، هادشي وقع في الحمام، غدا بعد غدا هاد السيده تخرج تموت غادي نسقى نمشي للحبس. المهم ربما السيده عاقت بشي حاجه، عيطت للبوليس.
جاو البوليس. المهم حكات لهم اش كاين. ديك السيده لبسوا لها شي حاجه غير خفيفه لان ما بقاتش قاده يحطوا فوق منها حتى صبعهم هكا. عيطوا للناس ديال الوقايه المدنيه، جات لومبيلونس هزتها داوها للسبيطار، دخلوها لواحد الجناح خاص بحال اللي غادي بحال كيديو فيه غير دوك الناس اللي فيه كيكونوا محروقين بالنار. بقاو كيشوفوا اش هذا ماش هذا، لقاو بانها ديك الخلطه اللي دارت ليها. شوفوا الانتقام كي داير. ديك الخلطه ترونت اولا تخلطت داكشي باش تعجنت بواحد الماده اللي هي خطيره بزاف، ما غاديش نذكروا السميه ديالها. ديك الماده اللي ملي كتحط على اللحم الا جلست واحد شويه اللحم يقدر غادي تقشرو. اللحم يقدر غادي يكون يطيح غير وحده. الماده خطيره بزاف. راه كاين الناس اللي كيخدموا في المجال ديال الفلاحه وهذا راه كيعرفوها. المهم هاد الماده هادي بها اللي مرون داك الخلطه هذيك بها اللي ترونت. وحتى صاحبه هاد المراه الاولى ديال هذا الراجل اللي كانت كتعاونها بيدها، حتى هي يدها كاع دارت، حتى هي بدات يدها كيوقع لها نفس المشكل اللي وقع لديك السيده الاخرى. وهاد المراه براسها اللي هي مرت الراجل الاولى حتى هي يدها كوماسات كيوقع لها نفس المشكل اللي وقع لديك الخياطه. هنا ملي عرفوا بان المشكل جاي من ديك الخلطه، شكون جاب الخلطه؟ جابتها المراه الفلانيه، يعني المراه ديال الراجل الاولى. بداو كيبحثوا معاها. في الاول نكرت، ولكن في الاخر ملي زيروا عليها وملي هذيك الخياطه قالت لهم هذه راه شنو راه راجلها راه مزوج بيا، وجا راجلها حتى هو للسبيطار. ملي سمع الخبر وهذا لحق للسبيطار، صافي الدعوه تفضحت. البوليس قالوا بانه هاد السيده هذه 100% عندها علاقه بهذا المشكل اللي وقع لهاد الخياطه. زيروا عليها شويه في البحث وهي تقرا لهم، قالت لهم انا اللي درت ليها هاد الشيء. اش درتي ليها؟ قالت لهم هاش درت، جبت داك الماده هذيك منين شريتها وخلطت بها ديك الخلطه هذيك ووجدتها ليها، وراني قدام النهار وانا موجدها باش تطلق مزيان. وصاحبتي قلت لها غادي نديوها للحمام وهذا الشيء اللي كاين. دات لي راجلي، دخلتها لداري وكلتها الملح ديالي وخدمتها معايا وهذه وفي التالي دارت لي بالراجل داتو لي. هذه اقل حاجه نديرها ليها. السيده صافي ما بقاتش كتفكر في العواقب ديال داك الشيء اللي كدير. قالوا لها صاحبتك واش عندها الخبر على هذا الشيء؟ قالت لهم لا، صاحبتي ما في خبرهاش. صاحبتي ها اللي كيف ما حكيت لكم، راني ها شنو قلت لها نديوها للحمام نفرحوا بها وصافي. المهم ديك الخياطه هذيك اللحم ديالها من بعد واخا حتى برات داك اللحم ولا بحال داك الانسان اللي كيكون تحرك كله تشوه، اللحم ديالها ما بقى فيه ما يصلح. والحسن الحظ ديالها انها ما قاستش ليها الوجه. اما لو كان قاست ليها الوجه، هذاك الجمال اللي كان في ذاك الوجه كله غادي يمشي. واش ربي وقدها لداك الشيء او لا جات صدفه او لا ما نعرف. المهم ما قاستش ليها الوجه. هاد المراه اللي دارت هاد الفعله هادي تقدمت للعداله وتحكمت ب10 سنين، 10 سنين ديال الحبس، لانها اعترفت بداك الشيء اللي دارته جمله وتفصيلا. ومهم القاضي عنده تقديرات على من حكم داك الحكم هذاك، حكم عليها ب10 سنين. والخياطه كيف قلت لكم اللحم ديالها كله تشوه، لدرجه انه الناس اللي حكاو هذه القصه هذه اللي سمعت منهم هذه القصه الكلات كدير اللي قات في يدها، لان حتى من يديها ما بقى فيهم ما يتشاف. وداك الراجل اللي دا هاد الخياطه ما خلى الشمل ديالو مجموع مع المراه ديالو الاولى، كان عايش مهاني وما عنده مشاكل معها. ما خلى هذيك الخياطه ترونكيل بعيده على الطريق ديالو، انه لو كان ماشي هو اللي تبعها وجرها لعنده يمكن ما غاديش يوقع لها هذاك المشكل هذاك. ما خلى راسو ترونكيل. وهاد السيده اللي كانت كذلك مزوجه بهذا الرجل اللي لاباس عليه المراه الاولى هي وصاحبتها، كانوا عايشين مهنيين ما خصهم حتى شي خير، ناضوا يفكروا في المشروع لانهم ما عندهم ما يدار. ما عندك ما يدار لا في دارك، عندك خدامه تقاسمي انت وياها الشقه، تقاسمي انت وياها الشقه باش يبقى لك ما يدار.
تحسي شويه بالوقت، ولكن للاسف فكروا هذا التفكير هذا وخرجوا على راسهم، او لا هي خرجت على راسها، اما الاخرى براتها لانها ما دارت والو. والعبره من القصه هو انه الانسان بعض المرات خطا بسيط يقدر يوصلك لواحد المشكل كبير ويوصلك للهاويه. خطا غير بسيط، والانسان مهما وكلتيه وشربتيه راه يقدر في اي لحظه يشوف المصلحه ديالو ويغدرك. طلبوا الله ينجينا واياكم من شر الخلق. ومن هنا حتى نتلاقاو في حلقه جديده وفي قصه جديده. كنتمنى لكم الصحه الدائمه والسلامه الدائمه. وقبل ما غادي نختم الحلقه ديالي، الا كنتو من المحبين ديال القصص وكنتو اول مره كتشوفوا هذه القناه وعجبكم هذه الطريقه ديال الالقاء ديال القصه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم دائما الجديد اللي كنحط في القناه. القصص كنحط 2 ديال القصص في الاسبوع، قصه كنحطها نهار 3 مع 10 الليل، وقصه نهار السبت مع 10 الليل. ومستقبلا ان شاء الله غادي نزيدوا قصص وحدين اخرين وسط الاسبوع. الى اللقاء.